بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. بقال الله للشعب المصري: فقدوا وفقدنا رجل وطني، رجل كان هو يتحدث باسم الشعب. بقال الله ويصبر أهله يا رب إن شاء الله. في البداية برحب بسيادة اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات ومؤسس جهاز المخابرات القطرية. أنا برحب بيه طبعا سيادة اللواء، برحب بحضرتك. بقاء لله. تعيش وتبقي. أنا بوجه عزائي للأمة العربية بالكامل. سقط من وسطنا شهيد جديد تقدمه الأمة العربية فداء لبقائها وحفاظا على الإسلام وحفاظا على الحق والعدل. هذا الشهيد الذي افتقدته الأمة العربية اليوم بالأمس هو يأتي بعد طابور طويل من الشهداء، من شبابنا وأبنائنا الذين قتلوا بلا مبرر سوى الوصول للسلطة. جماعة غبية لا تدرك كيف تكون مسؤولة عن نفسها، أرادت أن تكون مسؤولة عن أكبر دولة عربية سكانا وموقعا وحجما ومسؤولية، فتولته بالفعل ولم تستطع أن تدير أي شيء في خلال الفترة التي استغرقت عام ونصف من توليها المسؤولية في مصر. الآن يحاولون أن يقتلون بدعم من الإمبريالية العالمية، وهذا ليس شعار وليست جملة مكررة، ولكنها حقائق نمسك أطرافها بأيدينا الآن ونرى الأدلة المتتالية ونشاهد ما يحدث حولنا وفي العالم. معرفة اليهود دونا عن باقي الأمم الأخرى الذين يطلقون عليها الجوم أو الآخرين. هذا الفكر كان لابد له من أن يضع ضمن خطته إضعاف وتكسير عظام الدول الأخرى. شاهدنا ما حصل للاتحاد السوفيتي، وشاهدنا ما حدث ليوغوسلافيا، وشاهدنا بأم أعيننا في الأمس فقط ما يحدث في عالمنا العربي. وأجمل ما في هذا المخطط الموجه للعالم العربي أنه ليس للعالم العربي فقط، وإنما للعالم الإسلامي، بدءا من أفغانستان ووصولا إلى العثمانية في تركيا الأغبياء بقيادة أردوغان، ووصولا إلى السذج الإيرانيين في إيران أو سذج الفرس في إيران. لقد دعبوا كل واحد منهم بأحلامه الشخصية وكذبوا عليه وجعلوهم أدوات ليضربوا بهم العالم العربي ثم ينهرهم ضمنا مع العالم العربي. خرجنا من حتى الآن النتائج بتاعة المباراة، بما ان احنا في برنامج أصيل للكرة صحيح. مع كابتن كروي شهير، فخرجنا حتى الآن بالنتائج الآتية. نتيجة المباراة الحقيقية بدون الوقت، احنا في الوقت الإضافي، أن الأمة العربية وعت الأمر جيدا ووعت أنها مؤامرة للتقسيم والتخريب. الأمة العربية وعت أنها لابد أن تتوحد، لذا كان جيش الأمة العربية الموحد القوى العسكرية المشتركة، وكانت البروفة الأولى لاستخدام هذا الجيش في الزمن الحالي هو على أرض اليمن، وولت إيران خارج اليمن، وإن كان بنصح من أمريكا حتى لا تنهار إيران نتيجة تورطها في اليمن، لتبقى إيران شوكة السمكة في زور الأمة العربية وبالتحديد الجزيرة العربية لصالح المصالح الأمريكية والغربية. المؤامرة تحتاج الدراسة وتحتاج التأمل، وهذا الكلام أنا بقوله للسادة المشاهدين في أمتنا العربية عشان نتأمل الأحداث ونشوف إزاي الخبطة اللي بتخبطها الكتلة الغربية، أمريكا وأوروبا الغربية، إنجلترا وألمانيا والشلة ديت وبلجيكا وهولندا، لما بيخبطوا الكورة بيشوطوها
مش عشان تخش الجون بس، ده عشان وهي داخله الجون تاخد في سكتها حد من المدافعين يصاب ويطلع بره الملعب، ما يرجعش الملعب تاني. صحيح. يعني لازم تعمل تأثير جانبي وتأثير تاني جانبي، ولازم تعمل تأثير في الجمهور المتابع سواء باليأس أو بالانهيار أو بالتشجيع. في مهارة في الخطة المفعولة في مواجهتنا، ولكننا قرأناها واستردينا وعينا بالكامل وبدأنا نعمل في اتجاه إفشالها، وفشلت على أرض مصر، وبالتالي ستفشل على باقي أراضي الأمة العربية. يعني أنت شايف سيادة اللواء إن الوقت ما فاتش، شايف إن الأمة فائت، الأمة العربية فائت، وهل لازم يبقى في تكاتف أكتر من كده؟ وقت المباراة الأصلي انتهى. تمام. كل المتبقي هو الوقت الإضافي. تمام. فقط لا غير. الوقت الإضافي هو لحظات، دقائق، دقائق قليلة، والدقائق القليلة نحن نملك ناصيتها لأننا عرفنا حجم وأساليب المؤامرة وعرفنا أطرافها، حتى العيال الصغيرة اللي بتستخدم في هذه المؤامرة.